ازيكم؟ الزمالك النهارده ان شاء الله باذن الله عنده ماتش مهم جدا 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 في منافسته على بطوله الدوري، او على الاقل ان هو يقدر ياخد المركز الثاني عشان يشارك في بطوله افريقيا. مع مين؟ مع نادي المصري في استاد برج العرب. ماتش مهم جدا جدا. اتمنى من الله ان لعيبه الزمالك تبقى فاهمه الكلام دوت، وتبقى نازله واقفه على رجليها الماتش كله، ويركزوا ويلعبوا الماتش ده كانه ماتش كاس. لازم الزمالك يتعامل مع ماتشات الدوري المتبقيه كلها كانها ماتشات كؤوس حياه او موت، ما ينفعش يخسر فيها ولا نقطه، على امل ان هو يقدر ياخد بطوله الدوري. واحنا اخر 5 سنين خدنا بطولتين بالدبدبه بنفس الطريقه ديت مع العظيم فيريرا. فاتمنى ان لعيبه الزمالك تبقى فاهمه الكلام دوت، وتبقى عندها من جواها مقتنعه انها تقدر تعمل الكلام دوت، لان انت حتى لو لا قدر الله ما قدرتش تاخد بطوله الدوري، على الاقل تاخد مركز تاني ونرجع تاني نشارك في بطوله افريقيا. ماتش النهارده من اهم الماتشات المتبقيه ليك في الجزء الثاني من بطوله الدوري. ال3 نقط بتوع النهارده مهمين جدا جدا جدا. المصري فريق قوي وكل حاجه، بس لسه مع انيس بوجلبان ما وصلش للمرحله الفنيه المتكامله اللي كان وصل لها مع علي ماهر. عندهم الجزء الخلفي خط الدفاع مش احسن حاجه، هم عندهم الخط الهجومي الامامي هو الخطر جدا. وان شاء الله باذن الله الدفاع بتاعنا يقدر يتعامل معاهم كويس، ولكن هم سهل انك انت تخترقهم هجوميا. وده اللي بيسيبه عمله في ماتش حرس الحدود، وجرب اللعيبه عليه في ماتش بهتيم الاخير دوت اللي هو الماتش الودي. اي نعم هو مش مقياس يعني كماتش، بس هي الفكره في الخطه اللي هي الكرة الطولية اللي جاية من خط الدفاع للهجوم قدام، بيخترق بيها الفريق اللي قدامه كله وتنزل على ال 18 بتاعة الهجوم، يبقى في شلبي وعبد الله السعيد الاثنين موجودين والجزيري قدامهم، يقدروا ياخدوا الكرة ويقدروا يعملوا بيها هجمات كويسة يعني ان شاء الله بإذن الله. التشكيل المتوقع يعني لانه انت ما عندكش الخيارات الكبيرة جدا الموجودة في سكواد الزمالك اللي تسمح لك انك انت يعني تنوع في التشكيل. هو الراجل خطته ثابته تقريبا ما بيغيرهاش. النهارده هيبقى صبحي في حراسه المرمى، لان عواد كان عنده مشاكل ولسه راجع اصابه يعني، ولسه راجع، فما اعتقدش ان هو ممكن يجازف بيه وينزله النهارده. وصبحي الفتره الاخيره بدا يستعيد كتير جدا جدا من مستواه، واتمنى ان هو يحافظ على مستواه ده، لانه لو حافظ على مستواه هو هيبقى الحارس الاساسي للزمالك. هيلعب في اليمين عمر جابر، هيلعب في الشمال فتوح، 3 في الدفاع هيبقى الزناري وصلاح مصدق وحسام عبد المجيد. نص الملعب هيبقى في دونجا، وهيبقى في عبد الله السعيد، وهيبقى في محمد شحاتة، وهيبقى قدام الجزيري ومصطفى شلبي. ممكن ناصر ماهر يخش، ما اعرفش يعني، هو كان عنده تورم كده في رجله، ما اعرفش اذا كان خف منه ولا لا. هو قال ان هو موجود في السكواد النهارده، بس ما اعرفش اذا كان هيدفع بيه ولا لا من اول الماتش، ولا هيبقى حاطه ورقه رابحه على البدلاء يعني. اتمنى ان شاء الله باذن الله خط الدفاع بتاع المصري تقدر تعمل عليه هجمات قويه جدا، بس لازم يبقى عندك حذاري جدا من خط الهجوم بتاع المصري. خط الهجوم المصري قوي جدا. اعتقد الماتش النهارده ما فيهوش اهداف كتير يعني، هيبقى ماتش ال1-0 او ماتش ال1-1 او ماكسيموم 2-1 ان شاء الله باذن الله تبقى للزمالك، والزمالك اللي يكسب. الكور الثابته بتاعه المصري خطر جدا جدا، الكورنرات بتاعه المصري خطر جدا جدا. اتمنى من الله ان الدفاع يبقى واقف صح ويطلع الكور دي صح، وان شاء الله باذن الله يبقى الفوز النهارده 3 نقط جداد ينضافوا لرصيد نادي الزمالك في المنافسه على بطوله الدوري ان شاء الله.